زميلك اللي بيضحك معاك الصبح ممكن يجيب سيرتك في اجتماع آخر النهار. خلي بالك، زميل الشغل مش دايما صاحبك، بس ممكن يبقى سبب راحتك أو سبب فشلك. العلاقات في الشغل محتاجة ذكاء أكتر من مهارات. ليه؟ لأن أنت بتتعامل مع ناس من خلفيات مختلفة، كل واحد جاي بهدف، كل واحد بيشوف الشغل بطريقته. بس في 3 قواعد بقى لو أنت مشيت عليهم علاقتك بزمايلك بإذن الله هتبقى صح. أول حاجة، افصل بين الشغل والصحوبية. يعني مش لازم كل اللي بيضحك معاك في البريك تحكي له كل تفاصيل حياتك. طبعا الود مطلوب بس الحدود أهم. تاني حاجة، يعني ساعد زمايلك بس ما تبقاش شماعة. يعني ساعد لما تقدر، لكن لو كل حاجة بقت بتترمي عليك وقف الدنيا وقول لأ بس بلطف. تالت حاجة، ابعد عن الدراما خالص. يعني فلان بيقول وعلان بيتكلم، ابعد خالص. ناس كتير وقعت نفسها بسبب جملة قالوها بس بحسن نية. العلاقة بين زمايلك في الشغل مش لازم تبقى حب وتقدير يعني، بس على الأقل تبقى احترام وراحة. خليك دايما محترف، بي بروفيشنال، واضح وسند للي يستاهل. سؤالي بقى ليك النهارده، ايه اغرب موقف حصل لك مع زميل في الشغل؟ شاركني في الكومنتات وخلي غيرك يتعلم. سلام.